الموضوع ده مصيري جدا، انت لو ادركته اصلا هتبدا تفهم امكانيات التليفون اللي فيه. في حاجه حابب اشرحها لكم بس في الاول كده، اللي هو ايه الفرق ما بين التليفون والكاميرا. الفرق ما بين التليفون والكاميرا حاجتين صغيرين جدا. الموضوع ده مصيري جدا، انت لو ادركته اصلا هتبدا تفهم امكانيات التليفون اللي فيه. الكاميرات شبه الكاميرا اللي احنا بنصور بيها ورا دي، بيبقى فيها حاجه اسمها سنسور. السنسور ده اللي هو بيلقط الاضاءه، هو ده اللي بياخد الصوره. السنسور في الكاميرا بيبقى كبير، بيبقى حاجه كده عامله مثلا 4:3، فبيصبح كده انك لما يتعرض للاضاءه بيخش جوه على السنسور ده اضاءه كتير، معلومات كتير، فبيبدا الصوره ذات نفسها تبقى هاي كواليتي اكتر، باينه اكتر، الاضاءه بتاعتها اعلى. في التليفون بقى عشان انت طبعا معاك تليفون وانت بتستخدمه مش للتصوير بس، مش حاجه مخصوصه للتصوير، لا هي بتبقى اصغر شويه والكاميرات اصغر شويه. دي بتاعت الكاميرا ودي اللينس بتاعت الموبايل، فطبيعي دي بتدخل اضاءه اكتر فبتطلع كواليتي اعلى. طيب هو الموبايل فيه ايه مختلف عن الكاميرا؟ الموبايل هو الكاميرا، بس الفرق شايفين ده هو بس على اصغر شويه، 1:1:1، يعني يعتبر كانك بتعمل كروب كده لده. ده اللي بيخلي الموبايل يطلع كواليتي اقل من الكاميرا. التليفون هو الكاميرا بس السنسور اللي هنا اقل، فما عندكش حاجه انك تقول لا الكاميرا